اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدينا الكرام، ونتحول اتصالات حضراتكم التليفونيه. استاذه جيهان اتفضلي يا فندم. ايوه، السلام عليكم استاذ عمرو. وعليكم السلام. السلام عليكم يا دكتور، والحمد لله على سلامه حضرتك. الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك. حضرتك في حاجه وانا بتصفح في الجوجل بيقول لك ان سوره ياسين كان في قطع منها في التوراه، وبتسمى عن حديث للرسول، معرفش مدى صحته، بيقول لك ان هو ده بتسمى المعمه التي تعم بالخير. فيا ريت حضرتك ترشدنا للصح في الجزئيه دي، اكون شاكره لحضرتك. طب معلش سؤالك مرة تانية علشان اتفهمه كويس، انه في حاجة على جوجل ان ياسين قطعة من فيها جزء من ياسين قطعة من التوراة. ايوه، هو بيقول حضرتك في التوراه سوره ياسين موجوده، بس في منها مقاطع فقط، مش كامله زي احنا في القران الكريم. طيب بيقول لحضرتك ان هو في حديث عن الرسول، بيقولوا له يعني دي شبه اللي عندنا، فقال لهم ايوه دي شبه اللي عندنا، بما معناه انها بتسمى عند اليهود انها المعمه التي تعم بالخير. فمدى صدق هذا الكلام حضرتك؟ طيب حاضر يا فندم، تحت امرك. استاذه منى، كتر الف خيرك. تحت امرك يا هنا. الاستاذه منى اتفضلي يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرة تانية الحمد لله على سلامة حضرتك يا مولانا. الله يسلمك يا منى. شكرا. أنا هسأل حضرتك في آيتين في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والآية الثانية: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. بس كسب واكتسب، الاكتساب والكسب، ويخرج ومخرج، بس الفروقات بينهم. هو انا كنت سمعتها الحقيقه بس ما فهمتهاش، ولا يفتى هو دكتور علي في المدينه، فيا ريت حضرتك تقولها لي. حاضر استمر، تحت امرك يا فندم. الاستاذه بسمله اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو انا كنت عايزه اسال ازاي انا مخير ولا ميسر، وربنا عارف انا هعمل ايه وكاتب لي كل حاجه وعارف انا هدخل الجنه ولا النار؟ حاضر، شكرا يا بسمله. الأستاذة عبير. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك يا ست عبير. أنا جوزي كان حالف إن هو ما يروحش مشوار معانا. هو كان قايل لي طلاق 3 أنت لما أنا رايح معاك، وبعدين راح معانا المشوار، فعايز أعرف حضرتك ده يبقى إيه؟ حاضر حاضر، تحت أمرك. مولانا فيما يتعلق بقى بسؤال الست جيهان، هل فعلا سورة ياسين في أجزاء منها في التوراة؟ مش سورة ياسين بس، ده هناك أحد المستشرقين ألف على ال7 سور الأولى: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة إلى آخره. اللي ألف المقاطع المتشابهة ما بين القرآن وبين الكتب السابقة، لأنه ما كنت بدعا من الرسل. هو أنت جاي كده في الطريق لوحدك كده بتقول اللي ما حدش قاله؟ كله ده وربنا سبحانه وتعالى نص على ذلك في الكتاب، وقال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ده بالنص، ده بيقول يعني أنه ليس بدعا من الرسل، واخد بالك ازاي؟ وانه الكلام ده موجود عندكم وموجود في التوراة وموجود في الانجيل. بتكذبوه في ايه؟ هتكذبوا ايه اذا كان ده في السابق موجود؟ وعندنا كان عندنا باحث اسمه هشام طلبة عمل المقارنة الإيذائية. المقارنة الإيذائية دي اللي هو زي كده ان احنا نجيب قطعة من القرآن مثلا وندور عليها في العهد القديم، العهد القديم او العهد الجديد او كده. جاب سورة يوسف، ألف كتاب مطبوع في المقارنة الإيذائية في سورة يوسف. ادي القرآن اهو كده، الحتة دي مش موجودة، دي جديدة. والحتة التانية دي موجودة في التوراة، والحتة التالتة دي موجودة في كتب غير التوراة من كتب اليهود، لكنها مش موجودة في التوراة.
والحته الرابعه دي مش موجوده، والحته اللي في التوراه موجوده هي مش موجوده في القران كده، يعني جداول كده بحيث يسموها بتوع مقارنه الاديان الجداول الإيذائية، يعني ده بإزاء ده بإزاء ده بإزاء ده علشان نكتشف اللي هي بتقول عليه الست جهان. فأنا عايز أعمل بقى مقارنات إيذائية على سورة ياسين، طبعا ألاقيها موجود حاجات مذكورة هنا ومذكورة هنا وكذا إلى آخره. وبعدين بتقول حديث آخر وهو إنه الله هو ده زي اللي عندنا؟ ايوه ده كمان موجود في وصايا موسى. وصايا موسى لو كانت البشريه عملت بها وصارت عليها ما كان هناك حاجه اطلاقا لما بعد اليهوديه. وصايا موسى هي وصايا الجبل لسيدنا المسيح عليه السلام، هي وصايا سيدنا المسيح التي هي وصايا موسى العشرة، الوصايا العشرة اللي هم مكتوبين 9 بس في التوراة، هي التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا قطعا هذا الكلام معناه أن الديانات التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى هي من مشكاة واحدة. ولذلك ورقة بن نوفل لما سمع القرآن قال إن هذا مثل الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني كنت جزعا إذ يخرجوك منها. قال أو مخرجي هم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عداه قوم. إذن الحقيقة واضحة عندهم إنه يا جماعة كلمة الله واحدة. ولذلك كان في ناس يقول لك ايه، طيب ده اسمه ايه؟ التوراة اسمها ايه؟ العهد القديم Old Testament. طب والانجيل اسمه العهد الجديد New Testament. طب والقرآن Last Testament. يعني العهد الاخير اللي هي فيها ختم للنبوة واللي فيها كذا وكذا الى اخره Last Testament. اذا شوف كلها Testament يعني ايه؟ عهد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فهذا غير منكور وموجود، ومش في ياسين بس بقى، ده في القرآن كله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إلى هذا المعنى. كتير من الناس تقراه وما تاخدش بالها منه آيات محكمات هن أم الكتاب، اللي هم لم يذكرن في كتاب من قبل. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، اللي هي دي هي دي بقى المتشابهات. عندي وعنده. فهم جم اليهود للنبي عليه السلام قالوا له تسمح تقول لنا انت جبت ايه جديد؟ ده في حتتين، كل الكلام اللي انت بتقوله ده على آدم ومرات آدم والشيطان وإغواء وكذا إلى آخره وقصص موسى ما عندنا. وأنا أقول لك بقى نمرة 2. قال لهم إيه؟ قالوا له نمرة 2 إن إحنا عندنا تفاصيل أكتر منكم. صحيح. ده أنت بتقول آدم وخلاص، لكن إحنا عندنا بقى إنه كان طوله 60 ذراع. وازاي ابليس دخل وخرج وأوحى وديك هتتحول لحيه ودخل واكل ومش عارف من الحنظله ولا من التفاح، اي كلام كده. واسم مرات ادم ايه؟ طيب عندنا لكن مش عندكم. اللي هو يقول ادم وايفا اللي هي حواء. مظبوط. ايفا. فالمهم بيقولوا كده لسيدنا، فنزل قوله تعالى ده قال لهم لا، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر، بس كل الآيات محكمة، بس فيه محكم ومحكم متشابه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب. طب والمحكمات التانية وأخر متشابهات، مش المتشابه ضد المحكم زي بعض الناس ما فاهم، لا، ده المتشابه نوع من أنواع المحكم. كل آيات الكتاب ال 6336 آية 6236 آية كلهم محكم كده. هو منه أم الكتاب الذي لم
تذكر من قبل وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ده اللي حصل. ده اللي حصل. تمام. ما تشابه منه. ابتغاء ايه؟ حاجتين. ابتغاء الفتنة ادي نمرة واحد. وابتغاء تأويله ادي نمرة اتنين. الفتنة بيقولوا له فيها ايه؟ انت لزومك ايه يا محمد؟ جبت ايه جديد يعني؟ جبت ايه جديد يعني؟ وما هو وتناسوا الكتاب. انت جبت ايه جديد يا حبيبي بقى؟ ادي الكلام الاذيه اللي سمعه سيدنا من جبت ايه بقى انت؟ ادي الفتنه. وابتغاء تأويله. طب تسمح تقول لنا ادم كان كام ذراع؟ ذراع ايه وبتاع ايه ده؟ هو دي اللي ضيعت الدنيا، لان التفاصيل دي دخلها كثير عندهم مش عندنا. مين اللي قال انه في 40,000 اختلاف في هذا المجال؟ كلاريك ادم كلاريك في التفسير، مش احنا مالناش دعوه ولا لينا دعوه بالحدوته دي خالص. فاذا خلينا بس علشان ايه نفهم كويس. يبقى الكتاب كله محكم، جزء منه ام الكتاب وجزء الاخر متشابهات. نسيوا ام الكتاب وماسكين في المتشابه عشان يعملوا ايه؟ حتتين، الفتنه وابتغاء تأويله. واخد بالك؟ وما يعلم تأويله الا الله. شوف الرد يعني ايه اللي التفاصيل الكتيره دي اللي توقعكم في الخطأ في اثناء النقل وكذا الى اخره. ولا يعلم تأويله الا الله. والراسخون في العلم يقولون. هنا مجاهد كان يقف عند الحته دي، يعمل وقف لازم يقول لك الا الله بس، خلاص يبقى محدش يعرف الحكايه دي الا الله. ما اشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. يعني هو احنا كنا موجودين لما ادم كان موجود عشان نشوف 60 ذراع ولا لا؟ وما اخبرناش. فاذا انا هنا ابتغاء تأويل وابتغاء الفتن. وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون في العلم بقى اللي هو فاهم القصه دي كلها من اولها لاخرها يقولون كل من عند ربنا. كل اللي هي ايه؟ ده وده وده من عند ربنا، وهكذا. اذا فده الاجابه على الست جيهان في قضيه هو ياسين بعضها في التوراه موجود. مش ياسين وبس، ده كل المتشابه اللي في القرآن هو سمي متشابها لتشابهه مع الكتب السابقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في رتل الرسل. عمل ايه بقى النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج؟ صلى بالأنبياء والمرسلين إماما له. كله آمن كده. وأمرنا إن احنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفرق بين أحد من الرسل. يبقى ادي القصة. والتشابه ده بيؤيد الإسلام ويؤيد انفتاحه على العالمين ويؤيد حقية الوحي من أطراف كثيرة. بارك الله فيكم مولانا. الأستاذة منى اتفضل. لا أستاذة منى ده سؤال. عفوا الأستاذة منى كان سؤالها في القرآن كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ومخرج الميت من الحي ومخرج ايه بتسأل عن ايه بقى في الأولانية؟ كسبت واكتسبت. كسبت حضرتك قلتها قبل كده وهي يعني نسيت ما فهمتهاش قوي. طيب احنا قلنا ان من القواعد انه الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. مش قلنا القاعدة دي؟ طبعا. طب علشان يا ست منى نفهم الزيادة في المبنى زيادة في المعنى يعني ايه؟ يعني انا عندي رحمن رحيم، ادي احنا حافظينها في بسم الله الرحمن الرحيم. نعد كده، ادي الراء والحاء والميم والالف اللي مش مكتوبة والنون، يبقوا 5. طب ورحيم 4، ادي راء وحاء وياء وميم، يبقى الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن دي 5 حروف ودي 4 حروف بس. الاتنين مشتقين من الرحمة، لكن الرحمن يبقى أوسع، يبقى
في الرحمة أشمل، ولذلك قالوا إيه؟ رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. يعني إيه رحمن الدنيا؟ يعني بيرحم الكافر والملحد والمؤمن والمسلم والضعيف والقوي وكل حاجة بيرحمه. لما تلاقي واحد ربنا نجاه من عملية جراحية مثلا وبتاع، وبعدين هو في الحقيقة ملحد ولا مؤمن بإله ولا مؤمن برسالة ولا أي حاجة، طب إزاي يرحمه ويرزقه ويفتح عليه كده في بعض الحاجات، يعني يعلمه وكده؟ من الرحمة الشاملة، لأنه رحمن الدنيا. لكن بقى وكان بالمؤمنين رحيما ورحيم الآخرة. واخد بالك ازاي؟ يعني الرحمة الشاملة بتاع الرحمن دي تشمل الكل، المؤمن وغير المؤمن، وهي في الدنيا وفي الدنيا. يجي بقى في الآخرة هيحاسب بقى. دي قضية بتاعته هو. وعلى فكرة الناس كلها تبقى مقتنعة شايفاها بعينيها، يبقى رحيم الآخرة. الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، دي تحطيها يا منى في دماغك من جوه وتحفظيها. الزيادة في المبنى، المبنى يعني ايه؟ يعني الحروف. زيادة في المعنى، المعنى يعني ايه؟ يعني مضمون الكلمة. حضرتك قلت لنا قبل كده استطاعوا واستطاعوا مثلا، يبقى دي بآلة ودي من غير آلة. نعم. وهكذا. واخد بالك؟ خرج وخرج، يبقى في مجهود في التخريج ده أشد من مجهود الخروج. خرج 3 حروف، خرج بقيت 4 حروف، يبقى خرج أقوى من خرج. خرج بسهولة كده، كان واحد جوه الأوضة خرج. يبقى لما حروفها تزيد معناها يكبر أو يقوى. في حاجة كده كبيرة حصلت كده، زيادة في المبنى، زيادة في المعنى. في عدد الحروف. طب أنا قدامي إيه؟ كسبت. طب كسب 3 حروف. اكتسب اكتسب بقينا 5 حروف ولا 6. اكتسب كسب 3 حروف، اكتسب 5. واخد بالك؟ يبقى اكتسب أقوى من كسب. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. معنات الكلام ايه؟ ان الطاعة يا جماعة اخف بكتير من المعصية. واخد بالك؟ لها ما كسبت. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربنا بيخاطبنا يقول لنا كده، الحلال سهل والحرام صعب. ايه اللي خلاك تجري ورا الصعب وتسيب السهل؟ وعليها ما اكتسبت. اكتسبت بمشقة وجهد، يعني بمشقة ونية وتعمد وجهد وبذل مال وكل ده هو. واخد بالك ازاي؟ تلاقي العصير تلاقيه ب1 جنيه، نفس الكمية دي من الخمرة تلاقيها ب10 جنيه. بتدفع 10 جنيه علشان تشرب الهباب الساري ده وتترك الحلال. واخد بالك ازاي؟ وانا صديقي سمعت واحده بتنصح شاب وهو بيدخن، بتقول له طب ما بدل ما تصرف في الدخان ما تشتري لك باكو شوكولاته وتاكله. واخد بالك ازاي؟ باكو شوكولاته كان ساعتها بقرش ساغ. زفت الدخان ده هو كان ب12 قرش، وده بقرش ساغ. يا اخي كسبت واكتسبت. الشوكولاته ما قدامك، ما تاكل لك تمضغ الشوكولاته دي هتديك طاقه، وانت شاب محتاج الى هذه الطاقه والى هذه المجهود، وسيبك من الدخان اللي هيجيب اجلك ده. واخد بالك ازاي؟ لانه اكتسبت. لا ده انا بدفع اكتر وببذل مجهود اكتر وبعمل كذا الى اخره. يبقى منى لازم تعرف انه لها ما كسبت 3 حروف. صحيح. كسب اكتسب 5 حروف. يبقى اكتسب في صعوبة في تحصيلها من كسب. طب كسب ده ايه؟ كسب الطاعة. واكتسب ايه؟ اكتسب المعصية. هو المعصية أشق من الطاعة؟ نعم. المعصية
مش ميسرة، لكن الطاعة ميسرة، واخد بالك. المعصية منكورة من الناس، ولذلك أحب أعملها في الخفاء والتدبير والترتيب، لكن الطاعة لا الحمد لله نعملها في أي حاجة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني أصلي في أي حتة كده أهو، لأنها كسبت. صحيح. دي الحكاية أستاذة منى، بسملة بقى الإنسان ميسر ولا وما اعرفش هي برضو سألت على يخرج ومخرج. يخرج ده فعل، ومخرج ما احنا عايزين نعمل حلقات لغة عربية تبقى حلوة. يخرج ده فعل، وفعل مضارع، يخرج من أخرج يخرج. فالفعل يؤذن بالتغير، يبقى في حاجة بتتغير. ومخرج ده اسم يفيد الثبات. يبقى الفرق ايه بين الفعل والاسم؟ ان دلالة الفعل تفيد التجدد والحدوث والتغير، وإفادة الاسم تفيد الثبات والدوام والاستمرار. ونفهم على كده ونقول لك كفر وكافر. كفر ده فعل، واخد بالك، من فعل كذا فقد كفر، يبقى هو مش كافر، ده فعل من أفعال الكفر. عملت الفعل الوحش ده اللي هو فعل من أفعال الكفر، بعدين تبت، يبقى خلاص. لكن كافر بقى فهو كافر، فيها استمرارية، يبقى فيها ثبات. نعم. يبقى دي مصيبة ان انا اقول له انه كافر، لكن مش مصيبة ان اقول انه كفر. واخد بالك ازاي؟ ادي صحيح. الشيء صحيح. اللي هو الفرق ما بين الفعل والاسم. والحاجات دي هي لما افتقدوها العيال بتوع الارهابية، او مش عارفينها مساكين، او عارفينها بصورة مشوهة، شوهوا الدين والدنيا معا. بسملة مخير ولا مسير؟ يا بسملة، شوف العصاية دي يا بسملة علشان تفهمي اهو، هاتوها يا جماعة في التصوير. العصاية هي الدنيا أول ما ربنا خلقها من هنا لغاية الجنة والنار هنا قدام الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى كده. يعني هو شايفنا يا بسملة من أولها لآخرها مرة واحدة، لقطة واحدة. ولذلك ربنا ما عندوش غيب. أنا هنا اللي عندي غيب، أنا هنا هو في الحتة دي ما أناش عارف بكرة يحصل إيه. تمام. ولذلك هو شايف كل حاجة ومتصورة عنده، وراح كتبت الصورة دي فيه لا يحصل بالظبط في الكتاب المحفوظ. يبقى إذن أنا جوه هنا بصلي بإرادتي ولا ما بصليش بإرادتي؟ طب ما تشوف، ما تسأل راح أنت وأنت رايح الصلاة في حد مرغمك يعني؟ إذن أنا بعمل كل أعمالي هنا بإرادتي، يبقى أنا مخير. أمال إيه اللي مكتوب عليا ده؟ ده علم، ده جاي من علم الله، وتنتهي المشكلة. نعم. كلنا مخيرين، ولذلك سنحاسب، ولكن الله عليم، عارف كل حاجة ظاهر باطن، عارف اللي في نفسي من جوه. صحيح. وعارف أنا أعمل إيه. صحيح. اللي أنا اخترته كتبوا علي، اللي أنا اخترت. إزاي الكلام ده؟ ما هو أصله عارف بكرة يحصل إيه، وإن أنا هختار إيه وهعمل إيه، فراح كتبوا علي. أنا عليا غيب، لكن هو سبحانه وتعالى ما عندوش غيب. طبعا ما فيش غيب. ولذلك الإنسان مخير فيما يسأل عنه. نعم. ما حدش هيقول لي أنت تعالى هنا يوم القيامة أنت طلعت ولد ليه ما طلعتش بنت؟ ما حدش هيسأل كده. أنت اتولدت ليه في السنة الفلانية مش العلانية؟ وأنا مالي. أنت ليه طلعت في مصر ما طلعتش في الصين؟ أنا مالي. تاخد بالك؟ إنما هيقول لي صليت ولا لا؟ أنت صمت ولا لا؟ أنت بعت ولا لا؟ أنت أذيت حد ولا لا؟ أنت عملت الخير ولا لا؟ أنت اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ أنت حجيت ولا ما حجيتش؟ وأنت قادر ولا لا؟ أنت وهكذا. عبير جوزها حلف الطلاق وراح المشوار هو يبقى عليه 10 مساكين، كل مسكين 10 جنيه، يبقى 100 جنيه، وده لا يعد طلاق. أشكرك يا مولانا، بارك الله فيكم. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل المزيد إن شاء الله من الأسئلة. خليكم معنا.